علم غيب، لا عندي ولاية تكوينية، لا عندي علم ما كان وما يكون، ورغم هذا أنا مستغل مواقع التواصل الاجتماعي وصاعد. هاي شوف، هذا من باب شنو؟ احنا عرضنا لك اياهن لانه انت شريد من ما عندك عندكم حوارات انا شريد من عندك هسه امام الاخوه، تنظم وقت انا وياك امام متابعينك اذا انت واثق من هاي عقيدتك. رددنا عليك كل استفهاماتك. حلو، اريدك تنظم وقت انا وياك امام متابعينك. حلو اريدك تنظم وقت انا وياك هسه، اريدك تنظم وقت. اسمعني نظم لي وقت انا وياك امام الناس هسه 90 واحد باللايف، وخل نشوف من هو اللي راح يصمت، انا لو انت. تفضل اخذ 3 دقائق. انتبه استاذ، اخذ 3 دقائق واعطيني 3 دقائق راح احتمالي. كل استفهاماتك وسؤالنا عن الله يبارك بك عاشتي هسه حلو. احنا ردينا على كل استفهاماتك، واحنا سؤالنا عن آثار الإمام المهدي باعتباره مكلف ومشمول بالأحكام القرآنية ويشمل عقوبات المخالف للقرآن وأحكامه، وهو ملازم للقرآن والمفروض لا يفارقه، وهو مفارق للقرآن. وهذا هو أصلا الحوار والسؤال، لأن المهدي مفارق للقرآن وقاعد عن الأمر بالمعروف والمنكر. وصلت الفكرة؟ هاي الحواريات الآن اللي عرضت لك إياها، وكثير من الحواريات نتيجتها شنو؟ هسه تريد آثار المهدي؟ هسه تريد آثار المهدي؟ تريد آثار المهدي؟ تفضل. يلا سجل كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي، الجزء 52 صفحة 2. تفضل. يقول جلسوا فذهب كل من فالناس فسأل بعضهم من هذا؟ فقالوا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل سنة يومين. خل أعطيك محل الشاهد حد ما تكلم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. سجل المصدر وياك حتى تراجع وياي. بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 2. حد ما قال الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وصل لك. شوف ماذا قال: إن الأرض لا تخلو من حجة ولا يبقى للناس. وقال الإمام المهدي: قال أنا المهدي، أنا قائم الزمان، أنا الذي يملأ عدلا كما ملئت جرما وظلما. هذا كلام الإمام المهدي يتكلم، يعني الإمام المهدي مولود له آثار. كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 52 صفحة 2. اخوان جاب رواية آحاد، يقول لي ما قدرت تضعفها. هو بالسند منو انت اللي جبتها؟ عن أبي عبد الله. من بالسند؟ المجلسي عاصر أبي عبد الله؟ لا. الكليني عاصر الإمام جعفر الصادق؟ لا. منو سمع منه؟ اسمع السند اللي راح أعطيك إياه أنا. اخوان هذا كتاب كمال الدين وتمام النعمة الجزء الأول صفحة 259 رقم الرواية 3. يقول: حدثنا محمد بن هارون. شوف السند: عن جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثني الحسن بن محمد عن أحمد بن الحارث حدثنا المفضل بن عمر عن يونس عن جابر بن عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول. طيب خلينا خطوة الله يبارك فيك. خلي اتكلم بالرواية يا عمي، خلي اتكلم رحمة الرواية. شنو الفائدة اذا مو صحيحة؟ ايدي خلك هم راح تقاطع خلي اتكلم رواية المجلسي بس يلا خطوة. انا اعطيتك مجال تكلمت يا حبيبي الله يبارك فيك. اعطني مجال خلي اتكلم. عود بمداخلتك اطلب هذا الشيء بمداخلتك. صحح لنا رواية المجلسي. بمداخلتك اطلب هذا الشيء مداخلتك. خلي اكمل مداخلتي. دخلت وياي. يقول: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلت، جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: قلت يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولي الأمر الذي قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم الإمام المهدي. رسول الله يقول: المهدي أبو الإمام الحسن العسكري.
هاي انطيتك حديث واحد. نجي خل نعطيك بعد فد 15 روايه، بس انطيني وقت. احسنت. هسه بعد عاشت ما ايدك، كملت. نجي خطوه خطوه يلا، خطوه. صلوات خل اعطيك الزامي، خل اعطيك الزامي حتى تكتم. خل اعطيك الزامي حتى تصحيح الروايتين. حلو، شنو أيوه. الزامك؟ صحيح حلو. الروايتين. لا على اساس انت تجيب لي صححتها. صحيح الروايتين. يلا اسمعني. انتبه استاذ، توقف استاذ. انا صحيح الروايتين، انا صحيحين. جيب لي تصحيح الروايتين. انت شنو محاور؟ انت محاور. انت عندك منبر، عندك انت منبر مال محاور. انت بس روزخونيه. انت محاور. استاذ عندك منبر مال روزخونيه، جبنا اسمع. انت طالبنا بتصحيح الروايه وجبنا لك تصحيح روايتنا. انت طلبت روايتين، تريد تصحيح الروايتين. تفضل انطيني كلام الخوي. يقول الروايه الذي اختلف بها الامام جعفر الصادق باسماعيل صحيحه. تفضل يلا استاذ، خليك هادئ يا محترم، الله يبارك فيك. هادئ. انت تقول الروايه صحيحه، انطيني كلام الخوي يقول هذه الروايه صحيحه. جبت روايه استاذ، جبنا لك روايه طلبت تصحيحها، او جبنا لك صححتها من من؟ صححتها من من؟ انت جبت روايتين. اسمعني. الان انت جبت روايتين، انت صححتها من من؟ استاذ جيب لنا تصحيح الروايتين. شنو انت الروايه اللي جبتها تصحيح منو؟ صححها منو؟ عمي جيب لنا تصحيح الروايتين استاذ، الله يبارك فيك. منو صححها منو؟ استاذ منين؟ جيب لنا تصحيح الروايتين، الله يبارك فيك. حبيبي انت الروايه اللي جبتها اللي صححها منو من العلماء؟ جاوبنا على هذا السؤال. قلنا لك بوقتها جيب لنا تصحيح الروايتين، الله يبارك فيك. منو صححها؟ الخوي. يلا استاذ توكل، جيب لنا تصحيح الروايتين، الله يبارك فيك. انت جبت روايتين. تفضل انطيني كلام الخوي يقول. انطيني كلام الخوي يقول الروايه الذي قال الامام جعفر الصادق اختلف بابنه اسماعيل صحيحه. تفضل يلا يا معود، الله يخليك ورحمه لاهلك. جيب تصحيح الروايتين. عندك روايتين اطلقتهن هسه علي انا قريت لنا اياهن. يلا ضعف السند. كل الموجودين. ضعف السند يلا. ضعف السند. استاذ هذا تهربك دليل انه الروايتين ضعيفات. تدري لا لو ما يا تدري. حبيبي لا يا حبيبي اذا انت محاور. شوف خل علمك طريق الحوار. خل علمك طريق الحوار. انت عندك تصحيح الروايتين. اي اسمع بس اكتمل 3 ثواني جاوبك على هذا سؤالك تصحيح الروايه. اسمعني حبيبي. عمي هاي انت كبير محاوري الشيعة. تعليم الحوارات. اسمع الحوارات اذا شخص يستدل عليك بروايه انت الملزم تضعفها مو هو. انت الملزم تضعف الروايه. خل علمك الحوارات. انت جبت تصحيح. انا عندي باجماع تصحيح. الامه. انت ما عندك انت هسه مو جاي طالبنا. عندي باجماع ان الامام المهدي ابوه الامام الحسن العسكري. انا عندي اجماع بان الامام المهدي يعني ابوه الامام الحسن العسكري. تعال من تضحك. الروايه هاي مو صحيحه استاذ. يضعف لي منو بيها بالسند؟ جبت لنا روايتين ما عندك تصحيح. انت شلون عرفت الروايه ضعيفه؟ منو بيها بالسند ضعيف؟ انت صعدت تطالب لي بتصحيح الروايه الصحيحه اللي جبت لك. طلبوا التصحيح روايتنا بالرغم من انه انت طلبت روايه حتى لو ضعيفه فصحح الروايتين مالتك. والله ما طلبنا شيء صحيح. حلو اسمعني. اي عافيه صحح الروايتين. يلا هاي الروايه تفضل. اخوان اول روايه جابها ببحار الانوار. جبت له اثار الامام المهدي في بحار الانوار. يتكلم الامام المهدي في بحار الانوار يقول انا المهدي قائم ال محمد. وبجماع كل مراجع الشيعه وعلماء الشيعه ومن ضمنهم الصرخي سابقا عنده كتاب. الصرخي عنده كتاب سابقا يعتقد بان الامام المهدي ابو الامام الحسن العسكري باعتراف الصرخي. يعني اخوان هو جبت له روايه. هاي الروايه امامي. شوف يلا هذا السند. انت تقول الروايه ضعيفه. تفضل انطيني منو بالسند ضعيف. راح اعيد لك السند مره ثانيه. حدثنا محمد بن همام. حدثنا جعفر بن محمد. حدثنا الحسن بن محمد عن أحمد بن الحارث عن المفضل بن عمرو عن يونس عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قلت يا رسول الله عرفنا الله ورسوله فمن أولي الأمر الذي قرن الله طاعتهم بطاعتك
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم الإمام المهدي. أنت تقول الرواية ضعيفة، منو بيها بالسند ضعيف؟ انطيني واحد قل لي فلان بيها ضعيف. أنت ضعفت الرواية وحدك. وشوف حبيبي، خلي نعلمك طريقة الحوار. بالحوارات من يستدل عليك واحد برواية، انت اللي ملزم تضعفها. انا من قلت لك انت الرواية جبتها بدون سند، قلت لك تفضل انطيني سندها. الرواية اللي جبتها انت ببحار الانوار عن الامام جعفر الصادق قال. من سمع الامام جعفر الصادق؟ المجلسي ما عاصر الامام جعفر الصادق، ولكن الرواية اللي انا جاي اسردها عليك صحابة ينقلوها. استاذ ايه. هسه سؤالي لك ما قاطعتك ايه خل انطيك الزامي سؤالي لك منو من علماء الشيعة ومنو من اهل البيت يقولون نحن الائمة 11 وليس 12؟ ومنو هو اللي رقم 12 في عقيدتك؟ شو اسمه؟ منو ورد عام؟ اسمع استاذ، بجماع الامه كلها الائمه ال12. انتم الصرخيه تعتقدون ب11 امام، فهاي العقيده مال 11 امام جبتوها منين؟ تفضل. هسه اريدك تكتب. بارك الله فيك. هسه اكتب واسمع الجواب. تفضل هذا كتب. جيد، عاشت ايدك لانه اعطيناك مجال وتكلمت. الله يبارك بك. اولا طبعا نبدا من الاخير، الزامك هذا مردود عليك لان احنا 12 ونعتقد بالامام الاثني عشر يولد ويظهر في اخر الزمان. هاي انتهينا، احنا مو 11 كما تقول، احنا 12 هاي انتهينا منها. اولا يا استاذنا العزيز، من هو ال 12 دقيقه قاطعك هنا ثواني. احنا قلنا ماكو مقاطعه، بس الامام ال 12 في عقيدتك من هو؟ الامام ال 12 في عقيدتك من هو؟ انا راح اكتب بس ما جاوبنا عليها قدام متابعينك. الامام ال 12 في عقيدتك من هو؟ الله يبارك بك. احنا راح نتساهل وياك طبعا. انت جبت انت المطلوب من عندك، جبت لنا روايتين، احنا جبنا لك روايه وجبنا لك تصحيحها، وانت جبت لنا روايتين وطالبناك بتصحيح ذن الروايتين، واحنا راح نتساهل وياك، فراح نسقط كل الروايات مالتنا ومالتك ونرجع للاصل اللي هو شنو؟ اللي هو آثار الامام المهدي اللي طلبناه من عندك اول ما صعدت. وضحت الفكره؟ وطبعا انا ادعي انه كل رواة الرواية مالتك ضعفاء ومجهولين، فصحح الروايتين انت. روايتك اللي جبتها كل رواتها هم ضعفاء ومجهولين. الآن أنا أقول الروايتين التي جلبتها كل رواتها ضعفاء ومجهولين، فجيب تصحيح الروايتين. تفضل يا بطل، الله يوفقك. اخوان سألته سؤال، من هو الامام ال 12 عندك؟ ما يقدر يقول المهدي. اذا قال المهدي ما قاطعتك. استاذ بس ما قاطعتك. اسمح لي، جيب لنا تصحيح الروايتين. واسمع لي. هذا الروايه جبتها كل الرواة ضعفاء ومجهولين. منو قال ضعفاء؟ منو قال من العلماء ضعفاء؟ منو قال؟ كل الرواة منو قال ضعفاء ومجهولين. منو قال؟ منو قال؟ انت ثبت لنا تصحيحها، انت عندك دليل على تصحيحها. ضعفاء انت منو حتى تقول ضعفاء؟ منو قال من العلماء ضعفاء؟ استاذ انت مو جبت روايه. انت منو؟ انت عالم. انت منو؟ لازم شو تسوي؟ يلا اكتب خل جاوبك. الله يبارك فيك. انت كتب. اسمعني استاذ، لا تتهرب من السؤال. انا اتهرب منك قسما بالله. اناظر المرجع مالتك. انا الدليل من اعطيتك اياه، منو اللي صححها؟ قسما بالله هذا الله المرجع مالتك اناظره. يلا تفضل، راح اقسم ونطين الزامن. يلا يا بطل، عاشت ايدك. هسه احنا هاي الهمبلات ما نريدها. انت الروايه جبتها، منو صح؟ العفو، الروايه جبناها احنا، منو صححها؟ مو احنا صححناها من انت ضعفتها. الان روايتين انت جبت، احنا ضعفناهن، لازم انت تصححهن. زين؟ وانت منو حتى تصحح روايه النرسي، زيد النرسي؟ عم انت تعرف زيد النرسي، تعرف الاصول ال16، تعرف الاصول ال400، انت منو حتى تضعف الروايه والسيد الخوئي صححها؟ يلا صحح لنا الروايتين مالتك، كل رواتها ضعفاء ومجهولين. يلا تحدى. اعطيني كلام الخوئي. يقول الخوئي ان الروايه الذي قال الامام الصادق اختلف بامامه اسماعيل صحيحه. تفضل اتحداك.
هسه يعني اصير روايتك صح على ضعيفه، يدك. روايتين مالتك انا صححت لك اياها انت وجبت لك تقول وعرضت لك الخوئي اياها يقول هاي الروايه صحيحه، الآن أنت ليش جيد. تكذب على الآن الخوئي؟ يعني اعطيني كلام الخوئي اسمع. يقول هذه الروايه صحيحه. اقول لك هذا التهرب ما يفيدك. انت جاي عندك تدعي تصحيح ادعاء عن الخوئي للروايتين. كذب. انت تقول لا الخوئي تبدل، صحح لا الروايه، تبدل يا وين تصحيح محترم، لا الخوئي تبدل. للروايه؟ لا تبدل يا محترم، جبنا لك تصحيح الروايه وعرضناه بالشاشه وكل الاخوان احسنت. شافوا. يعني انت جبت تقدر تصحيح تجيب لنا الخوئي. تصحيح اسمع روايتك؟ الزام، اسمع. انت جبت تصحيح الخوئي يقول الروايه يا محترم التي المراوغه ما تنفعك، والله ما عم انت تنفعك جاي المراوغه تراوغ قسماً مثل كريستيانو بالله، رونالدو. ما تنفعك. يلا اكتب يا اعطيني اخي وقت. صحح لي الروايتين. اكتب اعطيني وقت. اكتب. الله يبارك فيك اكتب. اخوان الاخ استاذ يقول جيب لنا تصحيح يلا الروايتين الله احسنت. يبارك اي بس فيك. اكتم شويه. اخوان الاخ يقول انت جبت روايتين اثنينهم مو صحيحات. يلا ما يخالف. صحح اي لي بس إياها، اكتم يلا. شويه بس اكتم. اخوان يلا. الاخ يقول جبت تصحيح الخوئي، الزمته بالزام. قلت له اذا جبت لي كلام الخوئي يقول روايه الامام جعفر الصادق اختلف بامامه اسماعيل صحيحه قسما بالقران، هسه اسب المراجع كلهم على ايدك، شنو رايك؟ انطيني كلام الخوئي يقول روايه الامام جعفر الصادق اختلف بامامه اسماعيل وما يعرف الامام من بعده صحيحه. هسه تبرع حتى من الخوئي واروح ابوس ايد الصرخه واقول له انت عمي على حق. يلا هاي قدام متابعينك اثبت هذا الشيء. كلام الخوئي يقول الروايه الذي قال انت الامام تعرف جعفر. استاذ، لا تقاطع تفهم الكلام لو ما تفهم الكلام. لا تقاطع عمي، لا تقاطع. يلا ما كملت انت، يلا كمل. ما كملت. يلا لا كمل. إيه؟ يلا انا كمل. الزمك بهذا الالزام. انت تقول يلا جبت كمل. انا الزمك بهذا الالزام. انت تقول جبت تصحيح الخوئي للروايه. اريد تصحيح الخوئي لهاي الروايه بان الامام جعفر الصادق اختلف بامامه اسماعيل وما يعرف الامام من بعده. الخوئي يقول هذه الروايه صحيحه. هاي قدام متابعينا 95 واحد. ثاني شيء اخوان يقول الروايه اللي انت جبتها كلهم ضعفاء. انت منو عم حتى الضعف؟ استاذ لا اسمع انت ليش جيد. تقاطع؟ انت ليش تقاطع؟ اولا اي خليني انت ليش تقاطع؟ انا ما اكمل غير اكمل. يلا كمل. غير اكمل. يلا كمل. غير اكمل. كمل. اخوان الاخ هنا كمل. ما ادري يمكن هو مواليد التسعينات اتوقع اني. الاخ يقول الروايه كلها ضعيفه. يعني انت شنو مثلا الامام بالجرح والتعديل؟ انطيني منو بيها بالسند ضعيف؟ انت تقول انت تقول الخوئي قال صحيحه. اثبت هذا كلامك بان الخوئي يقول الروايه الذي قال الامام جعفر الصادق اختلف بامامه اسماعيل والامام ما يعرف من الامام من بعده صحيحه. هاي قدام الموجودين هسه صير صرخه على يدك. يلا الزامي لك الله يبارك فيك. اسمع الزامي. اسمع الزامي. انت قبل شويه تفضلت قلت احنا الائمه احنا الاثنا عشريه. اريد تنطيني امامك الاثنا عشر من هو وابوه من هو وبالدليل تقول لي امامك الاثنا عشر شو اسمه وابوه من هو. شوف اخواننا الالزامات خلينا نشوف هسه. تقدر بالله تصبر وياي؟ تفضل. عاشت ايدك والله يوفقك ان شاء الله. اكتم. اسمع، اولا احنا جبنا لك تصحيح الروايه من الخوئي، والخوئي طبعا بالمناسبه اخوان انا عرضت له تصحيح الخوئي لزيد النرسي لكل الكتاب. هاي انتهينا من عندها، اللي هي الأصول 16 من الأصول 400 اللي هي موثقة زيد النرسي. الموثقة كلها هو زيد النرسي صححها السيد الخوئي، انتهت القضية. وإحنا جبنا لك تصحيح الرواية من الخوئي، فأنت تريد تقبل ما تقبل بعد بكيفك. المهم الناس اللي تسمع واللي موجودة واللي سمعت الحوار الآن اللي دار بيناتنا، الآن أنت مطلوب من عندك تصحح لنا الروايتين مالتك. زين أنت تقول أنتو منو وأنتو منو، زين إذا إحنا منو أنت منو، هم نفس الشيء. والآن أنت مطلوب من عندك تجيب لنا تصحيح للروايتين حتى نناقش تصحيحك للروايتين. هذا النقاش العلمي، الحوار العلمي اللي موجود على في كل البثوث وبكل المستويات. لازم أنت من جبت الرواية مثل ما أنا صححت لك إياها وعرضت لك تصحيح الخوئي الزيد النرسي، انتهت القضية. أنت من تجيب روايتين هم تجيب لنا تصحيح للروايتين، لأن ذن الروايات اللي جبتهم ضعيفة يا محترم. تفضل استاذ جيب لنا تصحيح الروايتين، لان ما ينفع بالستدلال. انت استدليت بيه امامك من الاثنا عشر ما سمعنا الجواب. تفهم شنو الفائده من التصحيح؟ شفت اخوان؟ تدري شنو الفائده من التصحيح؟ اكتم حتى تسمع. انطيني اسم امامك الاثنا عشر من هو، لا تهرب من هذا الالزام. حتى تصلح، اسمع الاستاذ، حتى روايتك تصلح للاستدلال، حتى انت تقدر تستدل بيها لان روايتك مو صحيحه. زين، وحتى نسوي تسقيط فردي للروايه. زين، إذا هاي الرواية مو صحيحة وأنت تقول روايتنا مو صحيحة، عم نسقط لك إياهن اثنينهن. جيب لنا آثار المهدي. هاي بعد شو تريد؟ يعني سقطنا لك أنت جبتها،
وهي روايه صحيحه احنا جبناها وصححنا لك اياها، والخوي يصححها، واحنا سلمنا وياك وسقطناهن اثنينهن، جبنا اثار المهدي. وانا من البدايه قلت لك اننا نؤمن بالمهدي البشاره كما امن به الرسول والائمه قبل ولادته سلام الله عليه، يولد ويظهر في اخر الزمان، وامنوا بالائمه وامن به النبي. ابوه من هو؟ ومن امن به النبي، اسمعني، ابوه من هو؟ ابوه تؤمن به المهدي، ابوه من هو؟ ما كان موجود الامام. ابوه من هو؟ ابوه لا مولود. فاحنا على سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلى سيره الائمه. ماذا قال النبي عن المهدي؟ مثل ما اعتقدوا به الائمه. اسمعني استاذ، مثل ما اعتقدوا به الائمه واعتقد به النبي صلى الله عليه واله وسلم، احنا هم اعتقدنا به. اعتقدوا به ابوه من هو؟ اعتقدوا به ابوه من هو؟ اعتقدوا به ابوه من هو؟ استاذ شو عليك بابوه؟ هي القضيه يم ابوه لو يم الامام يعني زين النبي محمد، النبي عيسى ذكر ابوه من هو؟ من بشر به؟ سؤال يلا انطيني. نعم النبي محمد ذكر ابو المهدي من هو؟ من كان يعلم بالنبي محمد؟ النبي محمد واهل البيت واهل البيت اعتقدوا بان احنا حوارنا على الامام المهدي مو على ابوه. هسه انت كملت مداخلتك؟ كملت مداخلتك؟ بس اسمح لي استاذ. لا ما كمل. يلا راح تكمل قول لي كملت. زين انا اشتغل بالنفوس، وحتى لو اشتغل بالنفوس عود لما يولد ويدعي المهدويه فراح نعرف من ابوه، من يولد ويظهر ويدخلون اسمه بالنفوس ان شاء الله انا اروح وابحث لك عن اسمه ابوه. انا ايش مدرينا بابوه. احنا المهم عندنا المهدي بشر به النبي مثل ما الانبياء بشروا بالنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، والنبي صلى الله عليه واله وسلم والائمه بشروا بالامام. هاي خلاص انتهت. تعرف امه وتريد تعرف ابوه، ادري تطلع له بطاقه وطنيه جنسيه. وضحت الفكره استاذ؟ انت تطلب شيء واحنا طالبناك بشيء اهم ولحد الان ما جبت لنا اياه. حلو. الان جيب لنا اخبار الامام المهدي. والا اذا ما جبت لنا، اسمع خل اكمل لك. والا اذا ما جبت لنا اثار الامام المهدي اذا هو مخالف للقران ومستحق للعقاب وانتهى الامر. يلا ما عندك بعد غير هاي. الامام المهدي اذا ما اظهر اثاره وما عمل بعلمه سيكون مستحق للعقاب ومستحق للنار. يلا احسنت. زين عندك قدره تخرجه. اسمعني، انت عندك قدره تخرجه من براحتك. انت تريد تبقى تتبعه براحتك، ابقى تتبعه. احنا ما نتبعه وافتخر به. الامام جعفر الصادق يقول من نكر واحد منا نكرنا جميعا، انتم مناكير للعتره كلها. يلا خلينا نجاوبك الله يبارك فيك. اخوان الاخ يقول هنا احنا ادلتنا. اسمعني خليني اكمل لك بس. هو ايش تكمل؟ غير صار لك 10 دقائق تحكي وش راح اتكلم تقاطعني. حتى يصير النقاش هادف وما نبقى. يلا هادي انا راح اختم بس اخذ نفس الوقت اللي اخذته. تفضل. احنا هذا القفز لازم اكو بالحوار وحده موضوع وما نظل نتهرب ونقفز. استاذ الله يبارك بيك، نقطة ننتقل. انت جاي تنتقل من موضوع لموضوع بدون فائدة. احنا طالبناك بآثار الامام المهدي وقلنا لك كاتم العلم وكاتم البينات ملعون وادلتنا قطعية. بمن ملعون؟ ملعون بنص القرآن الكريم ونص احاديث النبي واهل البيت اللي لعنوا كاتم العلم وكاتم البينات. هاي انتهينا من عندها والادلة قطعية. تلعن كاتم العلم، اي واحد عنده علم يكتمه ملعون. الان شو نريد من عندك؟ ما دام احنا جبنا لك ادله قطعيه فما نريد انشاءات واهواء نفس وعناد وتهرب من الالزام وتقفيز. نريد بموضوعنا هذا تجيب لنا ادله تخرج من هذا اللعن القطعي اللي احنا جبنا لك ادله قطعيه عليه. يلا نجاوب. هسه عندك ادله قطعيه تخرج من اللعن القطعي لو ما عندك؟ يلا احسنت. يلا اسمع الجواب. اخواني يقول المهدي اذا كان عالم واهل البيت لعنوا وكل واحد يكتم علمه. أول شيء الإمام المهدي غيابه وظهوره بأمر الله، كما الله سبحانه وتعالى رفع عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم لن يعود إلى الأرض إلا بإذن الله، كما الله سبحانه وتعالى أخفى الخضر لحد هذا يومنا. إذا على هذا كلامك، إذا المهدي تقول لماذا لم يخرج، إذا عيسى بن مريم هماتين ملعون، لماذا لم ينزل إلى الأرض؟ يفتح الباب وينزل هو بكيفه لو الله يأمره. إذا الخضر ملعون على هذا تفسيركم، كان ما يطلع الخضر.
من زمن ما انت قاطعت. رجعت شوف اخوان ما يقدر الصرخي. رجعت لسؤالك الاول، انت شوف مو قلت لك هذا تقفيز الصرخي ما يقدر، من تعطي الدليل ما يقدر، لازم يقاطعك. شفتوا عقيدتهم؟ جاوبنا. شفتوا عقيدة الصرخي؟ هاي عقيدة الصرخي. اكتم خله يجاوب. اكتم الله يبارك حبيبي، اكتم الله يبارك فيك. اكتم لا تضل تشوش على الناس. النبي عيسى جاوبناك ما عليه، جاوب. والخضر اكتم ما جاوب. اعطيك الزامي، اعطيك الزامي وتجاوب. انت امامك منو؟ الخضر، عيسى عليه السلام. هو انت امامك ال 12 ما تدري منو. انت كتم خلينا نجاوب. انت كتم كتاب مقدس يا عم. انت كتم لا تتهرب وتشوش قدام العالم. هذا هروبكم حالكم حال السنه والوهابيه. انت كتم الإمام المهدي معاقب ومعذب وملعون بنص القرآن بحسب الدليل القرآني والنبوي. يلا احسنت. انت تقدر تخرج لنا اياه من اقدر أدلة المعنى اخرج. بس اكتم شويه. بس شويه اكتم. اخوان رسول الله تخرج لنا اياه من أدلة اللعنة القطعية لأن حسب الدليل ملعون. ليش ما عندكم عقيده؟ انتوا ليش تخافون من الشيعي ال 12 من يتكلم؟ تفضل. يلا اكتم. اخوان رسول الله بشعب ابو طالب كاتم الرسالة، هم النبي ملعون بهاي الآية؟ يلا هذا أول سؤال سجله يمك. في شعب أبي طالب النبي كاتم الرسالة وما حرف، والعفو ما بلغ بحرف. خاتل بالبيت كاتم الرسالة. هل النبي مشمول بهذه الآية مال النعيل؟ سجل يمك هاي أول وحدة. الله سبحانه وتعالى رفع عيسى ابن مريم إلى السماء، وهسه المسيحيين في ضلال، خلوا عيسى الله وابن الله. عيسى ابن مريم ما جاي ينزل إلى الأرض ويخلص هؤلاء ويثبت علمه إلى هؤلاء. هل عيسى ابن مريم ملعون؟ هذا الإلزام الثاني هم سجله يمك. الخضر باعتقاد الأمة كلها، أمة محمد، بأن الخضر غائب لحد هذا زماننا وخاف علمه. هم الخضر ملعون بهذه الآية؟ لو ذولا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأمر بالخروج، ليخرج المهدي ويخرج وينزل عيسى ابن مريم. هسه أريده من عندك أعيد السؤال لأن أنت هربت من عنده 3 مرات. أنت تقول احنا الأئمة ال12، إمامك ال12 منو؟ أريد اسمه. شو اسمه هذا الإمام؟ شو اسمه الإمامك ال12؟ وبالدليل تعطيني اسمه، وهل هو مولود أم غير مولود الإمامك ال12؟ إلزامي إلك. هل عيسى ابن مريم ملعون لأن ما ينزل إلى المسيحيين وينبههم على الطريق الصحيح؟ لو عيسى ابن مريم أمره يرجع إلى الله يأمر بنزول عيسى ابن مريم. الخضر هم ملعون على تفاسيركم. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، أريدك تجيب لي تفاسير أهل البيت. احنا الشيعة في عقيدتنا، إذا أنت شيعي تعتقد، إذا أنت تدعي تقول أنا شيعي، الشيعة يعتقدون الآيات الكريمة ما يفسرها إلا إمام من الأئمة ال12. أريدك تجيب لي هذه الآية اللي أنت تقول المهدي بها ملعون، وأريدك بالنص، لأن أهل البيت يقولون إن المهدي له غيبة. هذا كتاب الغيبة كامل، كتاب الغيبة كامل عندنا للنعماني، هو اسمه كتاب الغيبة. كل أحاديث أهل البيت بشروا بغيبة الإمام. هل أهل البيت فسروا هذه الآية وقالوا الإمام المهدي راح يغيب وملعون بهذه الرواية؟ سؤالي لك، منو إمامك ال12؟ أعيد 3 مرات هربت من هذا السؤال. تفضل يلا خلص لي عيسى ابن مريم والخضير. تفضل. عاشت يدك الله يوفقك. هو ما قاطعتك، هسه اريدك تنتبه استاذ وما تقاطعنا. انت طبعا عدت نفس الاسئله اللي جاوبناك عليها من البدايه. ذكرت النبي عيسى عليه السلام وقلت كاتم للعلم، واتهمته بكتمان العلم، وخرجته وشملته بأدلة اللعنة القطعية، لأن هاي الأدلة عامة تشمل النبي عيسى، تشمل النبي محمد، تشمل كل الأنبياء. يعني أنت هسه دخلت النبي محمد باللعين، ودخلت النبي عيسى باللعن حاشاهم، ودخلت الخضر باللعين، ودخلت كثير من الأئمة والأنبياء دخلتهم باللعن، على الرغم من أنه كل الأئمة والأنبياء اللي ذكرتهم والصالحين هم شنو؟ أظهروا علمهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وانذكروا بنص القرآن الكريم. القرآن ذكرهم وذكر أعمالهم، وعندهم كتب سماوية ثابتة
وضحت الفكرة؟ احنا نتحدث مو عن يوم ولا عن سنة. تذكر تقول لي مثلا ان ابو محمد كان بالدعوة السرية وبعد ذلك انتقل للدعوة العلنية. استاذ الله يبارك بيك، انا اريد علم الامام المهدي على طول 1200 عام، والغيبة الصغرى واقعة الك، اعطينا 1130 عام، هاي 70 سنة ذن الك. 1130 عام وين آثاره؟ وين آثار علمه؟ فأنت تدخل بالزندقة وتتهم الأنبياء بأنه ما عندهم آثار وما عندهم علم، وتشملهم بأدلة اللعنة القرآنية والنبوية. هذا بالله عليك هو هذا جواب؟ يا أستاذنا العزيز، الإمام المهدي الآن حجة عليك، وأنت تعتقد بإمام ومعصوم وعنده ولاية تكوينية، والقرآن والنبي والأئمة كلهم شو يقولون؟ الكاتم العلم ملعون. فنريدك تخرج الإمام المهدي من هاي الأدلة، أدلة اللعنة القرآنية والنبوية اللي تلعن كاتم العلم وكاتم البينات، وتلعن القاعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وضحت الفكرة أستاذ؟ أما الروايات اللي ذكرتها عن الإمام المهدي، عمي هاي 70 سنة إحنا موقعينها إلك. إحنا ما نريد رواية تذكر الغيبة، الغيبة إحنا هم نؤمن بيها، لكن إيش وقت يظهر الإمام، يولد الإمام ويظهر ويغيب، شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة بالغيبة، الروايات ذكرت الغيبة عادي، واحنا الغيبة نؤمن بيها، ونؤمن بالدولة العادلة، ونؤمن انه الامام يقيم دولة العدل الالهي. وضحت الفكرة حتى تفهم المراد. واما قضية اسم ابو الامام وام الامام، احنا عدناها اكثر من مرة بانه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم بشروا به الانبياء قبل لا يولدوا، قبل لا يوجد بالاف السنين، وبعد ذلك انولد من ابوين لا انبياء ولا ائمة، والاخرون كلهم إن كانوا في عالم التكليف، عيسى والخضر وغيره، فالمفروض يكونون مسلمين كلهم. هذا يسرع عليهم الحكم. هل تفهم يعني كلهم تحت أمر وطاعة الإمام المهدي؟ فإذا كان المهدي هو الذي مانعهم من الالتزام بالقرآن فهو يتحمل إثمهم، لأن حسب روايات يقول إنه كلهم راح يكونون مطيعين للإمام المهدي، الخضر وعيسى عليه السلام وغيرهم. فهل الإمام المهدي هو مانعهم من الالتزام بالقرآن؟ إذن هو يتحمل إثمهم. وإذا ما كانوا مكلفين بأي شيء، ما عندهم تكليف، فهم معذورين أمام الله تبارك وتعالى وغير قادرين على التكاليف. هذا بعد مبرئ للذمة يكون هم ما مكلفين. وإن قلت أنهم عاصين حالهم حال المهدي، فيشملهم حكم العقاب واللعن القرآني، وبهذا أنت راح تدخلهم مع الإمام المهدي في اللعن، وهاي مشكلتك وأنت حر. لكن يبقى المهدي مخالف للقرآن وأحكام القرآن، وهو مخالف فهو مستحق للعقاب والعذاب. وهذا أجبنا عليه سابقا، وأجبناك أكثر من مرة ونكرر. هل أنت خضروي، أنت مسيحي نصراني، أو حوتي بالعت الحوت، كملت لو بعدين، أو شعبي من جماعة الشعب، كملت عم الآن كل اللي ذكرتهم صاروا خارج عالم التكليف. حلو. يعني غير مكلفين، سواء كان الخضر، عيسى، النبي محمد، هذول خارج عالم التكليف الآن اللي ذكرتهم. يعني هم ليسوا أئمتك، مو أئمتك، ومو مكلفين بما تكلف به المهدي. المكلف الآن هو المهدي، أما عيسى غير مكلف الآن، ممكن فهو معذور. الخضر غير مكلف. خليك كمل استاذ، أنا ما قاطعتك. تفضل حبيبي، ما قاطعتك. زين، فحتى أوضح لك الفكرة، ذول غير مكلفين. أما الإمام المهدي فهذا تكليفه، فالمفروض عليه الالتزام بالقرآن وأحكام القرآن. أما عيسى والخضر، وهاي حجتنا أمام الله تبارك وتعالى، وأوصلناها إلى كل المستمعين. بعد الإنسان هو حر، يريد يبرى ذمته ويصحح عقيدته مثل ما احنا صححنا عقيدتنا، هاي جزاه الله ألف خير. والما يريد يصحح عقيدته احنا ما نجبر أحد، لكن هاي ثبتنا لك أستاذ، ونكرر ونعيد حتى لا تعيد السؤال. عيسى عليه السلام والخضر وأي اسم الذكرى هم ناس أدوا رسالاتهم في وقتهم والآن غير مكلفين، والمكلف هو المهدي باعتباره هو الإمام، والمكلف بملازمة القرآن الكريم هو المهدي، والمكلف بعمل الأحكام الواردة في القرآن الكريم هو المهدي، والمكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المهدي. والآن نرجع علما نقول وين هذن الآثار؟ إذن المهدي مشمول باللعن القرآني والنبوي. أما ذول البقية اللي ذكرتهم ما مشمولين لأن غير مكلفين. هاي الفكرة لازم ترسخها ببالك حتى ما تعيد السؤال مرة ثانية. حلو، كلام حلو، والجواب تام، الآن كل الأخوة الموجودين فهموا الجواب. كلام حلو. هسه
وضحت الفكره؟ سؤالي وين؟ هسه اريد إمامك من عندك 12 من هو؟ اجاوبك على اسمع إمامك ال 12 كل من الزام هو؟ طرحته جاوبتك عليه كل الزام طرحته انت انا جاوبتك عليه زين. وبعد بس إمامك ال 12 من هو؟ إمامك ال 12 شو نريد من عندك؟ عندك جواب على الزامنا الاول يلا. والاصلي اللي هو اثار يلا راح الامام أعطيك المهدي آثار على طول المهدي. يلا راح 1200 عام. هذا اللي امامك. شوف هذا اللي امامك. يلا. هذا هو الالزام الرئيسي. انت لحد الان ما جبت لنا. ليش جاوبنا احنا على اسئلتك والزاماتك؟ انت تفضلت بكلام، هسه مداخلتك كملت لو بعدها. طبعا بالمناسبه بس اكو قضيه، انت تعتقد بي مولود وموجود وعالم لو لا؟ حلو. اي نعم مولود. صح اي لو نعم خطأ. صح لو نعم خطأ. نعم نعم. بارك الله بك. اذا شو نريد من عندك؟ ارشد من عندك. الامام المهدي الان كاتم للعلم وكاتم للبينات. نريد من عندك اما تجيب لنا اثاره العلميه والعمليه او انه تخرج من ادله اللعنه القرانيه. يلا احسنت. هسه كملت مداخلتك. يلا تفضل. اخوان، اول شيء هو لعن الامام المهدي اللي يعتقد به هو. قبل شويه ايش قال؟ قال احنا نؤمن بالولاده في اخر الزمان والغيبه. اذا مهديك ملعون. شلون يغيب مهديك تعتقد به انت بلسانك لعنت المهدي مالتك اللي انت تعتقد به. قبل شويه تفضل يقول احنا نؤمن بمن؟ بالولاده ونؤمن بالغيبه، ولكن ينولد في اخر الزمان ويغيب. اذا المهدي اللي تعتقد به انت ملعون، لعنت مهديك. شوف عقيده شلون ما تعرف راسها من رجليها. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه والله اخوان والله كرار هو قال بلسانه، قال احنا نؤمن بالغيبه ينولد الامام المهدي ويغيب. اذا انت تقول الذي يخفي علمه ملعون، اذا مهديك ملعون في اخر الزمان راح ينولد ويشرد. هاي اول نقطه. منو قال لك الغيبه تستلزم كتم العلم؟ ما قاطعت. اعطيني مجال. نقطه. نصعد الدرج بايه. هسه اول ما لعنا مهديك اللي تعتقد به انت. هاي أول نقطة. النقطة الثانية إخوان، يقول أين آثار المهدي وليش ما يظهر وليش ما يطلع؟ يا حبيبي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أمر بيد الله تبارك وتعالى. الله الذي يأذن إلى الإمام المهدي كما الله سبحانه وتعالى راح يأذن إلى عيسى ابن مريم ينزل إلى الأرض. أنا مو قلت لك خرجت عيسى طببت عيسى ابن مريم بالملعونين والعياذ بالله والأنبياء، بس من باب الإلزام على فهمكم انتم للآية. انتم تقولون هذه الآية المهدي ملعون بها لأن خافي علمه. أنا فاستدليت عليك بعيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم هسه المسيحيين في ضلال. لماذا لم ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض؟ أريد أوضح لك فكرة بأن عيسى ابن مريم نزوله إلى الأرض بأمر الله تبارك وتعالى، وظهور المهدي بأمر الله تبارك وتعالى. انتم لا، انت تريد تقدم رايك على راي الله وتريد تقول له للمهدي ليش ما تطلع انت؟ هو امره بيد الله، هو خليفه الله في الارض، يملا الارض عدلا وظلما كما يملا الارض عدلا وظلما كما يملا الجرم وظلما. هذا الامام المهدي امره بيد الله، خليفه الله في الارض باتفاق كل المسلمين السنه والشيعه. السنه والشيعه مختلفين بمن؟ بالولاده، ولكن ما مختلفين بأن المهدي هو خليفة الأرض وخليفة الله. خليفة الله وخليفة الأرض يتحكموا بكيفه يطلع ويطوب. لو هو الله يأمر بالخروج، أكيد الله سبحانه وتعالى الذي يأمر أنبيائه ويأمر الرسول وكل شيء. الله سبحانه وتعالى الذي يأمر به. فأنا من جبت لك عيسى ابن مريم مو معناها عيسى ابن مريم خفى علمه وهو ملعون، لا، من باب عقليتكم انتم تقولون كل من خفى علمه بهذه الآية ملعون. فأنا جيت لك قلت لك إذا عيسى ابن مريم بالسماء ليش ما ينزل؟ إذا ملعون بهاي الآية عيسى ابن مريم في عقيدتكم انتم هسه عيسى ابن مريم ملعون. هاي أول نقطة. إخواني، يقول المهدي طبعا كتب عندنا وأحاديث عن أهل البيت الغيبة. أستاذ هسه قبل لا ننتقل للكتب الأحاديث خل أجاوبك على لا العفو خل أجاوبك وأعطيك إلزام جاوبني. خل أجاوبك بس دقيقة أريد من عندك. إخوان، كل أحاديث أهل البيت يقولون إن المهدي له غيبة. هل أهل البيت من بشروا بغيبة المهدي
قالوا عليه ملعون لان راح يخفي علمه ويغيب. هاي التفسير، هاي عقولكم انتم من جبتوا هاي العقيده؟ انطيني امام من اهل البيت يقول المهدي ينولد في اخر الزمان ويغيب هذه الغيبه وهو ملعون لان راح يخفي علمه بهاي الغيبه. لو انتم جبتوا بهاي الادله، يعني انتم من عقولكم قعدتوا قريتوا لكم ايه اجيتوا يابا المهدي غايب، يا المهدي ملعون. انطينا حديث عن اهل البيت يقولون بغيبه المهدي والمهدي ملعون لان راح يخفي علمه وراح يختفي. سؤالي لك واكرره واعيده، منو الامامك الاثنى عشر؟ كيف تعتقد بامام ما تعرفه انت؟ زين انت تقول انت تقول انا اعتقد بائمه 12، عندكم 11 حد الامام الحسن العسكري. اذا اجيك واقول لك انا، او اذا اجيك واقول لك انا الامام المهدي تصدق بيه؟ تعتقد بيه انا الامام ال12؟ غير عندك ادله عليه عن اهل البيت، معجزات، اشاره من اهل البيت بان هذا الامام المهدي. يعني ستة اذا شافك واحد بالشارع وقال لك انا الامام ال12 مال عقيدتك، راسل تشذب بثوبه؟ منو امامك ال12 بالدليل؟ انطيني اسمه تفضل. احسنت الله يبارك فيك، بس ما ردك تقاطعني. شوف اخوان، طبعا سبحان الله كلامنا، احنا تحدثنا والاخ فهم كلامنا ورد على الفهم، ونترك الحكم لكم اخوان، انتم كلكم اللي مستمعين نترك الحكم لكم. احنا ايش قلنا لك؟ قلنا لك المهدي البشار آخر الزمان ولا نعلم متى، وإذا ولد وصار مكلف فإنه سيكون مكلفا بإظهار علمه حتى لو كان غائبا. فالغيبة لا تستلزم كتم العلم، انتبهوا يا أخوان، هاي عدناها أكثر من مرة. الغيبة ما تستلزم كتم العلم، ولهذا نسأل عن آثار المهدي حتى وهو غائب. أنت تقول يولد، بعقيدتكم يولد ويظهر في آخر الزمان ويغيب، إذا غاب هم راح يكتم علمه. لا، الإمام المهدي وإن غاب الغيبة لا تستلزم كتم العلم، يقدر يظهر علمه من خلال وسائل كثيرة. هاي قضية، ولهذا إحنا نسأل عن آثار المهدي حتى وهو غائب. فإذا ثبتت الغيبتان، وهي موجودة بالروايات الغيبتان، فسيمر بها مهدي آخر الزمان سلام الله عليه، وسيكون عاملا بالتكاليف القرآنية. مهدي آخر الزمان اللي نعتقد به يولد ويظهر في آخر الزمان راح يمر بغيبتين اللي ذكرتها الروايات، ماكو مشكلة. أما عيسى بن مريم، هاي أول قضية جاوبناك إياها، الغيبة لا تستلزم كتم العلم، والإمام إذا غاب في آخر الزمان، إذا ولد وظهر وغاب فهو واجب عليه يعمل بالتكاليف، انتهينا منها. أما عيسى بن مريم عليه السلام والخضر، أجبناك عليه وعلى مستوى عقلك وفهمك، وهو إلزام في إلزام. فشنو الفرق بين إلزامك وبين إلزامنا؟ وشنو الفرق بين عقلك وعقلنا؟ والآن أنت عجزت عن إخراج الإمام المهدي عليه السلام من استحقاق العذاب والعقاب لمخالفته للقرآن وأحكام القرآن. أنت لحد الآن ما جبت لنا أي دليل تخرجه من استحقاقه للعذاب، ما خرجت من العذاب والعقاب لمخالفته للقرآن الكريم وأحكام القرآن الكريم. وطبعا شكرا لك يا مسجلة، ويمكنك أن تسمعها من نعيدها إن شاء الله، من نعرضها، وحتى لا نبقى نلف وندور. والأخوة السامعين نريدهم كلهم ينتبهون لهذه القضية، حتى لا نبقى نلف وندور في نفس المحور دون نتيجة، وحتى لا تضيق النفوس بيننا. وما دام تحققت النتيجة والإلزام الذي طرحناه ما زال بدون جواب من عندك، ما جاوبتنا لحد الآن، وما دام أنت تعتقد أنك أجبت على إلزاماتنا وعلى سؤالنا، فهذا شيء يخصك، ونترك الحكم للمستمعين. والحمد لله كان الحوار ممكن اخذ مداخله لان انت بجيت لازم انا اختم. خلي اكمل لك استاذ، خلي اكمل لك بخدمتك. الحمد لله الحوار كان جيد، وكان استاذ خلي اكمل. الحوار كان جيد وكان محترم ومفيد إلنا جميعا، وشكرا لك. واذا عندك شيء تريد تقوله تفضل يا محترم، لك الكلام، انا اسمع منك. احسنت. اخوان، اول شيء كل اهل البيت وصوا بغيبة الإمام المهدي، حتى رسول الله أوصى بغيبة الإمام المهدي. ألزمته بإلزام، قلت له هل قالوا أهل البيت
بغياب المهدي ملعون بهذه الآية؟ أمر إلى الله تبارك وتعالى. هو ليش يسموه آخر إمام الزمان، إمام زمانه؟ ليش يسموه القائم المنتظر غائب المنتظر، إمام زمانه، إمام الزمان، صاحب الزمان الذي الله سبحانه وتعالى يأمر بخروجه، يكون صاحب ذاك الزمان. ولكن أنا في هذا الزمان يجب علي أن أعتقد بأنه مولود، لأن كل علماء الشيعة وكل أهل البيت يقولون المهدي أبو الإمام الحسن العسكري. أتحداه هسه يجيب لي دليل من كتب الشيعة، عالم من علماء الشيعة. أهل البيت يقولون أبوه. هو شو يقول؟ قبل شوية تفضل الأخ، يقول أنا أعتقد بالمهدي ولد من أب وأم عاديين. هاي عقيدة الوهابية عمي. منو قال من أهل البيت أمه وأبوه عاديين؟ أنتم تقولون احنا شيعة؟ احنا شيعة التوحيد؟ انطيني واحد من أهل البيت يقول الإمام المهدي اللي هو في عقيدتك أنت كشيعي، في عقيدتك أمه وأبوه عاديين. ما تقدر تجيب رواية واحدة. أنت هذا عقيدتكم أنتم، يعني مع احتراماتي لك ولعقيدتك، بس هذا من باب يعني من باب يعني مثل ما تقول الاستدلال فقط. عقيدة الصرخية يقولون أمه وأبوه عاديين، لا أكو إمام قالها، لا أكو عالم من علماء الشيعة يقول أمه وأبوه عاديين. فقط السنة يعتقدون بهذا الاعتقاد بأن المهدي في آخر الزمان ينولد من أم وأبو عاديين، وذولا لازم يكونون من نسل رسول الله، يعني سادة مثل ما نقول بلهجتنا. فاحنا قرأنا بالكتب الشيعية ما لقينا هذا الكلام عندكم انتم اللي تدعون به. لقينا كل الأحاديث تشير إلى أن المهدي أبو الإمام الحسن العسكري، وهسه أمام الموجودين. جيب لي رواية واحدة أبو المهدي وأمه ناس عاديين من كتب الشيعة. هسه كفيلك الله ورسوله وحق هذا الأذان الغروب، هسه ادخل بعقيدتك أي رواية من أهل البيت يقولون بأن المهدي أمه وأبوه ناس عاديين من الشارع، يعني ناس تمشي بالشارع. أحسنت، الله يبارك فيك. ماكو دليل. أحسنت. هسه نبدي وين ما انتهيت أنت ايش قلت هسه؟ أخير كلامك حتى تكون القضية تامة. قلت شلون يكون الإمام من أبوين عاديين، صح؟ على الرغم هسه بدك تكتمه. لا انت لا، هذا كلامك انت تقول امه وابوه عاديين، فانا طلبتك بالدليل عن الامام يقول امه وابوه عاديين. الله يوفقك ويحفظك ان شاء الله. طبعا راح نجاوب على اسئلتك. قضيه الاب والام ذكرت لك بالبدايه انه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ابوه عبد الله وامه امنه، وهم ناس يعني كانوا لا ائمه ولا معصومين ولا انبياء. هاي انتهينا منها. وطبعا شكرا لك، كلام جميل وتعليق بسيط أقول لك، ويعني حتى تصير القضية واضحة أمام الإخوان اللي يسمعون. صاحب الزمان، إمام الزمان، عناوين جاءت بالروايات سبقت ولادة المهدي. يعني هاي العناوين اللي أنت ذكرتها الآن إنه اسمه صاحب الزمان وإمام الزمان والمفروض موجود، هاي هي سبقت أصلا ولادة المهدي، والمهدي كان ما مولود. فكما هو ولد بعد الروايات ب 250 سنة حسب عقيدتكم أنه مولود، فالروايات صدرت وبعد 250 سنة يلا انولد الإمام، فلتكن ولادته بعد 2500 سنة أو بعد 100,000 سنة، ماكو فرق، لأن هي ذكرت قبل ولادته. وأيضا ذكروا الأئمة قالوا صاحب الزمان وإمام الزمان وإمام العصر والزمان وهكذا. وربما يعني كلامك مرتبط بأن الأرض لا تخلو من الحجة، وهذا مردود بالقرآن الكريم وبرواية صحيحة عن الأئمة عليهم السلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليهم السلام كلاهما أفضل من الإمام المهدي. ومع هذا أبواهما أبو النبي محمد وأمه، وأبو الإمام علي وأمه ليس من الأئمة ولا معصومين. فشنو الفرق بينهم وبين المهدي؟ الإمام علي والنبي محمد اثنينهم أفضل من الإمام المهدي، العفو النبي محمد والإمام علي اثنينهم أفضل من الإمام المهدي. فشنو المشكلة يعني؟ أيضا ولدوا من أبوين لا معصومين،
ولا أئمة ولا أنبياء. خليني أكمل لك أستاذ. أنا كلامي بس أسئلتك الله أدري ما يبارك فيك. قاطعت، أنا كلامك الشاي ما يفيدني. انطيني كلام من أهل البيت يقولون أمه وأبوه عادين، أنت مو شيعي تاخذ من أهل البيت. أنا ما لي علاقة بكلامك أنت تحكي. أنت تفهم أنا إيش قلت؟ النبي محمد سيد الخلق أجمعين من الأولين والآخرين، أفضل الأنبياء، ولد من أبوين. خلينا سجال أنا يا أخي سجال. ولا أنبياء. تفهم هاي؟ تفهمها لو ما تفهمها؟ أفهم. فأنت شنو المشكلة يعني؟ ماكو أي مشكلة، المسألة طبيعية أنه الإمام المهدي. لا مو طبيعية، مو طبيعية، لا مو طبيعية. أنت جاي تخالف أهل البيت، لأن أهل البيت يقولون أبوه الإمام الحسن العسكري. مو قلنا لك هاي الرواية اللي جبتها رواية غير صحيحة، والإمام الصادق عرضنا لك روايته في موثقة زيد النرسي. اسمح لي، في موثقة زيد النرسي ثبتنا لك يا أخو. ما نرجع نعيد أستاذ من جديد، خلينا ننتقل خطوة خطوة. الآن احنا ثبتنا لك أنه هاي الرواية مو صحيحة اللي جبتها، والإمام الصادق ما يعلم بالإمام المهدي ولا يعلم بالدليل من بعده. شنو الدليل الرواية مو صحيحة؟ شنو الدليل؟ اسمح لي. وأنت الآن إيش قلت شلون؟ شنو الدليل على أنه أبو الإمام العسكري، أبو الإمام المهدي وأمه مو اللي يكونون معصومين؟ قلنا لك يا إن أبو محمد والإمام علي ولدا من أبوين لا أئمة ولا معصومين ولا أنبياء، وهم اثنين هم أفضل من الإمام المهدي، فماكو مشكلة. أما قضية الغيبة جاوبناك أكثر من مرة بأنه الغيبة لا تستلزم كتم العلم، والإمام المهدي إن ذكرت غيبته نعم يولد ويظهر في آخر الزمان وبعد ذلك يغيب، وأيضا ملزم بأحكام القرآن. أما عيسى والخضر واللي ذكرتهم قلنا لك هؤلاء مو مكلفين، عندما كانوا مكلفين أدوا الرسالة، ولو ما مأدينها رب العالمين يعاقبهم، لكن هم أدوا الرسالة وأبروا ذمتهم أمام الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك شنو؟ وبعد ذلك يعني خرجوا نفسهم من أدلة اللعنة القطعية. أما الإمام المهدي، وطبعا الحوار مسجل وكل الإخوان سمعوا الكلام، أما الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري اللي تعتقد به هو إمام، وإحنا سلمنا وياك بالولادة، احنا قلنا لك مسلمين وياك مولود ومعصوم وامام وعنده غيبه وعنده. ما اريدك تسلم وياي، لا ما اريدك تسلم غيب. خلي اخدمك دقيقه. اذا احنا مسلمين وياك بالامام المهدي انا ما اريدك تسلم حبيبي، انا التسليم ما يفيدني، انا احب الادله. اسمع اكو ناس مجتمعه ما اسلمك وسلمني بداك هاي. لا اسمع، راح يبقى مشمول بادله اللعنه القطعيه. هاي الادله القرانيه تلعن كاتم العلم، وانت سلمت انه كاتم العلم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اخفى. استاذ اما تجيب لنا دليل يخرج يستثني من ادله اللعنه القطعيه. 500 مره جاوبت على كاتم العلم. ما عندك دليل، اذا هو مشمول بادله اللعنه القطعيه والنبويه اللي تلعن كاتم العلم وكاتم البينات. 500 مره جاوبت على كاتم العلم. وضحت الفكره؟ 500 مره. بابا اخي الكريم حبيب الله يبارك فيك، الامام المهدي امره الى الله تبارك وتعالى. الله الذي يأمر بخروج المهدي كما يأمر عيسى. هاي 500 مرة عدتها. أنت تقول كاتم العلم، نعم أنا أعلم عيسى بلغ الدين. أستاذ الصوت جاي يروح عندك يمكن ما أعرف. طلعت من البث أنت هسه، أنت طالع من البث.